دلوقتي يا شباب معانا صديقنا جون اللي بقاله سنتين بيحاول يتعلم العربي، جاي يسألنا في النصيحة ايه رأيكم او ايه افضل طريقة اتقن بيها العربي؟ تفتكروا ممكن نقول له ايه؟ ممكن مثلا نقعده قدام مسلسل الحاج متولي علشان يتقن الامثال الشعبية. لحظة واحدة، ما تيجوا كده نسمع شوية من الامثال الشعبية المصرية. على رأي المثل بعد امي واختي الباقي كله جيران، لا تذم ولا تشكر الا بعد سنة وست اشهر. وعلى رأي المثل على وشك يبان يا نداغ اللي بان. على رأي المثل اللي يحسب الحسابات في الهنا يبان. وعلى رأي المثل اللي ما تحتاجش لوشه النهارده بكره بتحتاج لقفاه. وعلى رأي المثل اللي ينزل البحر يستحمل موجه. على رأي المثل طول ما انت طيب صحابك تكتر. انا شاب مصري اهو باكد لك ان 90% من الامثال الشعبيه اللي انت سمعتها دلوقتي احنا مش بنستخدمها في حياتنا اليوميه. طب فين بقى العقل والمنطق اللي يقول لنا لو عايزين تتقنوا الانجليزي روحوا ذاكروا الامثله الشعبيه؟ يعني قبل ما تتقن الاول المحادثه العامه، انا انفعلت عليه انفعل عليا اتعصبنا مسكنا في بعض، لا عادي، هي ضربت في دماغي ان انا هضرب المثل بالانجليزي قبل ما اعرف اعبر عنه اصلا. يا صديقي الايديومز اللي انت شايفها بالانجليزي دي ما هي الا مجرد شويه المكسرات اللي بتتحط على طبق الرز بلبن مش اكتر. لو كنت بتتابعني من العراق، سوريا، تونس، الجزائر، المغرب، السعوديه، ايا كان دولتك ايه، فانت كل دوله عندكم ليها امثله شعبيه خاصه بيها. ايوه امسك معايا اول نقطه، الامثال الشعبيه اللي موجوده في امريكا غير اللي موجوده في بريطانيا غير اللي موجوده في كندا واستراليا. وده اللي قالته المدرسه الامريكيه الوحيده ستيفاني، جالها الجرأه وتطلع تقول ان الامثال الشعبيه دي احنا بنحفظ ايه؟ الامثال الشعبيه بتتحفظ على حسب المكان والدوله. There's about like 100 or maybe 200, I don't know, that are very common. Those are the idioms that you want to know. The rest of the idioms are regional, okay? Regional idioms that they use in specific places, specific areas. And unless you're in those areas, you honestly don't need to use those idioms. There are idioms that they use in Australia and in Ireland and in the UK that I don't even know exist, and I don't care about those idioms. I feel like وللاسف اللي يضايقك ان الناس بقت مقبله جدا على تعليم الامثال الشعبيه. اي حد يعمل فيديو عن الامثال الشعبيه تلاقيه جاب مشاهدات كتير جدا. طب ما حقه يطلع المره الجايه ويقول لك على فكره ما اسمهاش I'm sick انا مريض، لا اسمها I'm sick as a dog، انا مريض كالكلب. مع انك لو رحت سالت الذكاء الاصطناعي كده وقلت له هو احصائيه كده من وسط 1700 فيديو مثلا، كام مره اتذكرت كلمه I'm sick as a dog وكم مره اتذكرت كلمه I'm sick، هيقول لك بكل بساطه مرة واحدة اتذكرت كلمة I'm sick as a dog و1700 مرة اتكررت كلمة I'm sick. بلاش ذكاء اصطناعي، تعال نكلم مدرس أمريكي دلوقتي ونقول له إيه رأيك في كلمة I'm sick as a dog، أنا مريض كالكلب، يعني كمصطلح شعبي عندكم بتتكرر ولا لأ؟ It's not really that common, Sam. It's not really that common, Sam. فمن المشاكل الكبيرة اللي ممكن تواجهك انك لو اتعلمت الايديوم ده هو بيتقال في امريكا ورحت تقوله لحد بريطاني ممكن يكون بيسمعه لأول مرة فيقول لك I don't know what you're talking about. وده اللي لخصته ستيفاني هنا وقالت لك الموضوع متعلق بالدولة اللي انت كمان هتسافرها تقدر تاخد منها. And then if you go travel to a place, pick up some idioms while you're there, sure, okay? But be careful when you use idioms, because if you're using an idiom that's extremely regional and specific to a certain location, the people you're speaking to might not understand what you're saying, and the goal of speaking English should be to have clear communication, okay? طب يا اسلام اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا معايا ساعتين فراغ في اليوم مثلا عايز اطور فيهم الانجليزي واحس نفسي ان انا بتكلم كده زيهم، اعمل ايه؟ انت صح، عايز تبقى تقيل وانت بتتكلم احفظ تعبيرات وثوابت. في عندك تعبيرات كده بتكون ثابته وانت بتوصل اي فكره، زي مثلا trigger يعني الزناد اللي هو بتاع المسدس. فمثلا لو عايز تقول ان الشيء اللي قدامك ده هو كان بمثابه الشيء اللي حركك وحفزك كده واثار حافظتك عشان تتحسن، that's what triggered me to get better. That's what triggered me to get better. And this is what triggered me to get better at this. And this is what triggered me to get better at this. And this is what triggered me to get better at this. And this is what triggered me to get better at this. أو مثلا التعبير اللي بيقول لك it is what it is، اللي حصل. اللي لما سألنا الذكاء الاصطناعي الجملة دي اتكررت كام مرة في آخر سنة؟ 160 ألف فيديو على اليوتيوب اتذكرت فيه الكلمة دي، ما شاء الله. it is what it is، ما حدث قد حدث. But it is what it is. 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 What it is. It is what it is. It is what it is. It is what it is.
لو انا قلت لك بالعربي كده قعدت احاول مرارا وتكرارا، الجمله دي بالانجليزي المفروض تكون ايه؟ تحس ان الجمله دي تايهه من دماغنا. ازاي دي؟ طب ما هي دي ثوابت تعبيرات لما بتحفظها مره بتكون معانا مدى الحياه، ما تركزش في الايديومز دلوقتي. over and over and over again, over and over and over again, over and over and over again, over and over and over again. الموضوع في البداية تحس انه كان عادي ومش ملحوظ، بس مؤخرا الموضوع زاد قوي لدرجة واحد في كورسات المحادثة معايا لقيته جايب لي لستة طويلة عريضة قايمة مليانة امثال شعبية، وبيقول لي يلا بقى يا اسلام عايزين كده ان شاء الله كل محاضرة ناخد لنا 10 امثال شعبية منهم. ولما بصيت في القايمة دي ما لقيتش حاجة بتتكرر على الاذهان غير نادرا، مثلا زي out of the blue، فجأة بدون سابق انذار. يعني لو عايز اقول لحد ان هم جيهم فجأة بدون سابق انذار، they came out of the blue. They came out of the blue, and we didn't even need them. They came out of the blue, and we didn't even need them. They came out of the blue, and we didn't even need them. They came out of the blue, and we didn't even need them. They came out of the blue, and we didn't even need them. وافضل سيناريو انك بدل ما تمسك قائمه طويله عريضه مليانه امثله شعبيه، لا الاحسن حيت نفسك من كل الزوايا باستماع اليوتيوبرز اللي انت بتتابعهم. بدل ما تتابعهم بالعربي تابع الناس بالانجليزي، سواء انت مهتم بالموبايلات او اي مجال. هتلاقي في امثله بتتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. لا المثل ده بقى هنا من كتر تكراره واضح ان هو شائع جدا، يبقى مفيش مشكله لما نعرف معناه ايه، مش عشان نستخدمه كمان، لا عشان لو حد كلمنا بيه نكون عارفين هو بيقول ايه. وانت اصلا لما تتمكن من الانجليزي يوم عن التاني تلاقي نفسك قادر توصل الامثله بتاعتنا ليهم، زي مثلا الصبر مفتاح الفرج. تبص عليه كده تقول لا ده لازم له شبيه في الانجليزي مش هقدر اعبر عنه، بس لو شغلت ده وقدرت تعبر عن فكره ان الصبر هو مفتاح الفرج فانت هتلاقي اكتر من 10 جمل. هتقول لي هنا طب ان شاء الله انا هجيب كلمه الفرج ازاي بالانجليزي؟ هقول لك طبيعي جدا ان الفرج هنا في سياق كلامك ممكن يكون معناه النصر، النجاح، الراحه النفسيه، الاشياء الحلوه. فعشان كده وارد ان الامثال بتاعتنا انت تعبر عنها بمليون طريقه وطريقه. ولو اصلا تعثرت ممكن اقول له انت عايز تنجح، النجاح بياخد وقت. Success takes time. 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 سؤال الحلقة: لو شخص قدامك وعايز تقول له اللي انت عملته فيا هيحصل فيك كما تدين تدان، من غير ما تبص على الجملة بتاعتها انت تقدر تعبر بكذا طريقة باسلوبك انت، وده اللي هيقابلك في الحياة العملية. يلا بينا وروني بقى ابداعاتكم في التعليقات. جهزت لكم فيديو يا شباب طويل عريض كده باهم التعبيرات اللي موجوده معانا والثوابت اللي دايما بنستخدمها واحنا بنتكلم انجليزي، هتنفعك ان شاء الله تعالى مدى الحياه. على قناتنا الثانيه انجليزي شوارع من الافلام، سيبها لكم تحت في اول تعليق. كان معكم اسلام AKA سامكس في حلقه جديده من شوارع لا اله الا الله.